فإذا عندك فلوس وأموال كثيرة، فلوس وأنت عاصي، أعلم أنك على خطر، ورب الكعبة والله أنك على خطر. وإذا أعطاك فلوس وأنت على خير وهدى، أنت على خير، من الله عليك سبحانه وتعالى، فسنيسره لليسرى، فاحرص على هذا. فالمال سبب فتنة في صفوف الناس عياذا بالله. ألا تروا الناس كيف يتقاتلون اليوم؟ على ما؟ لأجل الفلوس. ألا ترى كيف يقتل الأب ولده والولد أباه، ويقتل القريب قريبه، لأجل ما؟ لأجل المال. ألا تسمعون بالهبر والهبارين في بلدكم؟ ماذا يفعلون من جرائم؟ كم أبكوا من امرأة، وكم أهانوا من أسر، وكم فعلوا من جرائم داخل الأسر، كم أسهروا من أناس، وكم أقلقوا الأمن، وكم أبكوا دما لا دمع، كم سببوا من طلاق، وكم سببوا من خلافات أسرية، كم قهروا من أناس، كم أذلوا من أناس. هؤلاء بسبب الفلوس والدنيا مستعد يقتل، مستعد يموت العالم ليعيش هو والعياذ بالله. ألا تروا على سقاطة عند هؤلاء عياذا بالله؟ يتواصلون بامرأة ويحاولون معها ويفسدون شرفها ويستغلون ضعفها ويستغلون ضعف إيمانها، فإذا تمكنوا منها أعاثوا فيها الفساد وقهروها، باعت ذهبها، باعت كل ما تملك لعلهم يسكتون عنها وهم وراءها، تبكي الليل والنهار، لا تستطيع أن تنام، تخاف من أبيها، تخاف من أخيها، تخاف من المجتمع. وهؤلاء لا يبالون، لا في المجتمع افتضحت ولا عند أبيها ولا عند أسرتها، فلتموتي ولتذهبي في 60 ناحية، المهم أن يجمعوا المال. أين هذه الندالة؟ من هؤلاء السقط والسفهاء؟ من هؤلاء الأندال الذين يجب أن يتكاتف المجتمع ليداسوا تحت النعال؟ فرجل يرضى في أعراض الناس تهان، هذا يهان. قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجل ينظر من شقص الباب، رأى رجل ينظر، فقال عليه الصلاة والسلام لو علمت أنك تنظر لفقعت عينيك بهذا. وكان بيد النبي مشقص من حديد. فما بالك بالذي يدخل على زوجتك ويدخل على ابنتك ويستغل ضعفها وينتهك عرضها وينشر صورها ويهين كرامتها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتاة من الفتيات حاولت معهم، ترجتهم استروني ستركم الله، سيقتلني أهلي، أنا من أسرة شريفة، لقد أخطأت، لقد فعلت، أريد أن أتوب. ما تركوها تتوب، جلسوا وراءها، سلبوها ما يقارب من 50,000 ريال سعودي، باعت كل ما تملك، ولا زالوا وراءها أعداء الله، هؤلاء الأنجاس الأندال، أندال ورب الكعبة أندال، ولا زالوا وراءها. فلما أغلقت الأبواب أمامها أخذت سما وشربته وماتت، وفي ذمتهم يلتقون بها أمام الملك العلام سبحانه وتعالى. لم تجد من يرحمها ولا من يعطف عليها. هذا في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام لا رحمة ولا قلوب ولا لين ولا شفقة. أعوذ بالله، أي قلوب يحملها هؤلاء؟ أي حياة يعيشها هؤلاء؟ أين يعيش هؤلاء؟ ولهذا أنا أنصح المسؤولين وأحملهم المسؤولية، إذا وجدتم من هذا الصنف لا تأخذكم به رأفة ولا رحمة. والله هؤلاء دنسوا الأعراض، هؤلاء شوهوا بالأسر، هؤلاء سقط سفهاء أندال لا يستحقون الرحمة عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن أجل ما؟ قليل من الفلوس والعياذ بالله سبحانه. فالحذر معاشر المسلمين، والتنبيه والإكثار من التحذير من هؤلاء،
والإبلاغ عنهم. الجهات المسؤولة والجهات المسؤولة تقوم بواجبها أمام الله. البيوت تئن اليوم وتبكي، وبداخلها من الأسرار ما الله به عليم، دموع لا تكف طوال الليل من القهر والألم والكرب والضيق، وأولئك يستمتعون بالضحية، يعذبونها وهم يضحكون، يعذبونها وهم يستمتعون مقابل لعاعة دنيا عياذا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم من أرادنا وبناتنا ونسائنا وأهلنا بسوء فاقسم اللهم ظهره، اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره. اللهم أرنا في هذا الصنف عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه. اللهم كن لإخواننا على أرض فلسطين نصيرا ومعينا وحافظا وحفيظا يا رب العالمين. انصر المجاهدين في جميع الجبهات والثغور والميادين يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اجمع كلمتنا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.